السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيستي افيك نعيمة او جرب الوصفة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد البريوش اللي كيجي رائع في المذاق وسهل في التحضير، وطبعا كيجي قطني يمكن لكم تجربوه بعينكم مغمضين. وطبعا واخا تكونوا اول مرة غادي تجربوه طبعا غادي يصدق لي معكم. وطبعا قبل ما نبداو في الوصفة ديالنا ما نساوش الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وطبعا الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا نبداو بسم الله على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. في واحد الاناء غادي نديرو كاس ديال الحليب اللي يكون دافئ مع كاس ديال الماء حتى هو يكون دافئ، شويه ديال الملحه، ملعقه ديال السكر وملعقه ديال خميره العجين، طبعا مع ساشي فانيلا. كنخلطوا المكونات باش تذوب لينا ديك الخميره في الماء. طبعا هنا يمكن لكم تستعملوا نصف المقادير الا بغيتوا. صافي هنايا غادي نضيف الدقيق، هنايا استعملت زلافه ديال الدقيق في الاول. صافي كنخلط هكايا غير بشي ملعقه خشبيه. صافي هنايا غادي نضيف الدقيق تدريجيا، يعني يمكن لكم تنقصوا في الكميه ولا يمكن لكم تزيدوا منها. صافي هنايا بعد ما خلطته بالملعقه غادي نحاول هكايا نجمعو بزيت المائده. هنايا غادي نخلي العجينه ديالي تكون باقي كتلصق في اليدين، يعني خاصها تكون رطبه بزاف. صافي هنايا غادي ندهن السطح ديالها بشويه ديال الزيت ونخليها تختمر، يعني نخليها تقريبا واحد ساعه ديال المكانه اولا نصف ساعه، يعني على حساب الجو. هنايا بعد ما خمرات العجينه ديالي هنايا وجدت معايا الشوكولات، يعني على حساب الوليدات، يعني الا بغيتو ديروا الشوكولات ولا ما بغيتوش بلاش، يعني اختياريه. صافي هنايا غادي ندهن يديا بشويه ديال الزيت ونحاول هكايا ناخذ شويه ديال العجين. صافي ونكورها هكايا على شكل مستطيل ونحطها في الطاوه اللي مفروشه بورق الطبخ ولا دهنوها بشويه ديال الزيت. طبعا هذه الطريقه كتجي ساهله الا دهنا يدينا بشويه ديال الزيت، يعني كنتفاداو ان العجين تلتصق لينا في اليدين، وفي نفس الوقت كتجي رطبه ملي تكون طايبه. يعني هذا هو السر ديال البريوش. هنا غادي نشارك معكم واحده اخرى. طبعا الطريقه راه كتجي ساهله خصوصا بالنسبه للمبتدئات، اما النساء المتدربات تبارك الله عليهم حاذقات كيعرفوا كل شيء. صافي انايا كنستمر على هذه الطريقه حتى كنسالي العجينه اللي عندي. صافي هنايا بعد ما كنحطوهم في الطاوه كنضغطوا عليهم شويه، يعني نحطوهم ونضغطوا عليهم غير بالمهل. صافي هنايا بعد ما ساليتهم غادي نخليهم هكا يختمروا تقريبا واحد 10 دقائق في هذه الطريقه، يعني غادي نخليهم هكا في الطاوه يختمروا واحد 10 ديال الدقائق. صافي بعد ما خمروا ديك 10 ديال الدقائق غادي نوجد معكم هنايا اصفر ديال البيض، غادي نضيف ليه شويه ديال الحليب. يعني هنايا كنت بغيت نستعمل صفر ديال البيض بوحدو ولكن كيجي عاقد شويه، يعني خاصني نضيف ليه شويه ديال الحليب باش يولي سارح. صافي غادي ندهن البريوشات ديالنا هكا بالبيض. طبعا هذا البيض كيعطيهم داك اللون البني. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي. طبعا خص نستعملوا واحد الشيطه حيت كتجي ساهله في ملي كندهنوا
البريوش ديالنا بالبيض، يعني الطريقه كتجي ساهله بزاف. صافي وكندخلوهم للفران اللي كيكون مشعول في درجه حراره مرتفعه من الاسفل حتى يتنفخ لينا شويه، عاد كنشعلوه ليه من الفوق. طبعا ها هو البريوش ديالنا بعد ما وجد. غادي ناخذ هنايا معلقه ديال سكر كلاصي، غادي ندردرها فوق البريوشات ديالنا، يعني التزيين كيبقى اختياري. صافي هنايا خديت واحد المعلقه ديال الشوكولات ديال الدهن، درتها هكا في واحد البلاستيكه صافي، وكندير فيها خطوطه فوق البريوش. كنتمنى ان الفيديو يكون مفهوم وواضح. صافي ها هو البريش ديالنا بعد ما وجد. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وطبعا الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير وتبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، علاش لا، باش تعم الفائده. صافي ودابا غادي نخليكم بالصحه والراحه الى فيديو اخر ان شاء الله.